السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات روان. وكنبغي اول حاجه نشكر كاع الناس اللي سولوا فيا. نشكر بزاف كاع الناس اللي قالوا لي رجعي للقناه، شحال اللي ما حطيتي في القناه كتصوبي وصفات، علاش ما كتشاركيهمش معنا، كديري فيديوهات زوينين اولا كديري طورطات زوينين، علاش ما كتشاركيهمش معنا؟ والله العظيم الا غير ما كنلقاش الوقت. هادشي اللي كاين. فبالنسبه لليوم فهانا جبت لكم هاد الطورطه هذه اللي شوفوا معايا شحال زوينه بزاف، جات كتحمق. شي حاجه اللي كيوت، ماشي طورطه كبيره بزاف ولكن جات زوينه بزاف. غنخلي لكم نتوما الراي ديالكم تخليوه لي في لي كومونتير، وكنتمنى من الله عز وجل انها تعجبكم. ما نطولش عليكم بزاف، غادي ندوزو مباشره للطريقه والمقادير ونبداو على بركه الله. هنا اصحاباتي بالنسبه لاجينواز فانا غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، غادي تلقاوه في فيديو سابق. جينواز اللي ناجحه 100% وسهله، غير بثلاثه ديال المقادير، ماشي شي حاجه. بالنسبه لهاد الطورطه فانا خدمتها هنايا غير بثلاثه ديال البيضات، لان عندي الطورطه صغيور. شوفوا معايا هذاك المول اولا هذاك السيركل ديال القلب انا عندي كيهز 2 كيلو الفوق، فداك الشيء علاش قطعت هكا كيف ما كتشوفوا بهذا الكارطون. قطعت قليبات اللي هما صغيورين. قليب اللي قل منه كيهز لي كيلو ونص، وهذا القلب باش غادي نخدم دابا كيهز كيلو، وقطعت حجم اصغر اللي كيهز تقريبا 700 غرام. هادشي اللي كاين، هادو بهم كنخدم باش هكا كتجيني سهله، وكنخدم على حسب الطلب ديال الكليان. شوفوا معايا بالنسبه للتقطيع ديال لاجينواز كنقطعها على هذا الشكل. غادي تقطعوها كيف وريتكم، اما بالمقص اما هكا بهذا القطعه ديال البيتزا. واخا القطعه ديال اختكم راه تهرسات ومازال ما خرجتش باش نشريها، يعني كنديبانيو باش ناكل، المهم ما نجلسوش بلاش. صافي كيف ما شفتوا دوزت على الجناب ديال القليب، قطعته من بعد كنفينيه هكا بالمقص باش ما كيبقاوش عندي داك التشنتيف ديال لاجينواز من الجناب. صافي وغادي نحط القليب ديالي على جنب، وغادي نعاود نقطع بنفس الطريقه قليب الثاني. شوفوا معايا هنايا كيجيوني 2 طروفه مقادين، وبالنسبه للقليب الثالث غادي ندير 2 ديال الطروفه اللي ملاصقين. شوفوا معايا هنايا كنحيد هاد الجوانب، واخا راهم رطيبين ولكن غير باش تجيني الخدمه هكا متقونه كنحيدهم وكنلصق طريف مع طريف، وغادي نقطع الطبقه الثالثه اللي غادي تكون في الوسط. شوفوا معايا كنقطع بالجراره وصافي، ومن بعد كنبدا كنفيني هكا بالمقياس باش كتجيني الخدمه ديالي متقونه وما كتعذبنيش من بعد فاش كنكون كنليسي لاطات. بالنسبه لهادوك الطريفات اللي شاطوا لينا ديال لاجينواز، دائما عندكم وليدات صغيورين عطيوهم ياكلوهم، الا ما عندكمش غادي تخدموا بهم اما لي ماغنوم او لي بوبس، المهم ما كيتلاحوش. انا دائما فاش كيشيطوا لي كنجمعهم. شي حاجه كتاكلها بنتي، شي حاجه كنخبيها في الكونجيلاتور حتى كنحتاجها. شوفوا معايا هنايا من بعد ما قطعتهم رديتهم على جنب، وخديت هنايا لاكريم فريش تقريبا واحد 300 غرام ديال لاكريم. بديت كنطربها صراحه، ما عرفتش كيفاش ما صورتش لكم، عاد انا نتفكر. المهم ما كتطربوهاش بزاف، كدوروها غير شويه وكتحبسوا وكتزيدوا عليها الكراميل. انا عندي هنايا الكراميل اللي محضره في الدار، نتوما غادي تحضروا في الدار. غادي نخلي لكم ايضا الرابط في صندوق الوصف، او لا تقدروا تستعملوا الكراميل الجاهز. وكنطلع لاكريم ديالي على هذا الشكل. بالنسبه للاكريم مع هذا الصهد هذا، وخصوصا حنا هنايا في بوعرفه راه الموت ديال الصهد، فدائما كنديرها كتبرد مزيان في الكونجيلاتور عاد باش كنجبدها وكنخدم بها. هنايا غادي ندوز معكم المونتاج. كنحط هذاك داك لونغير دور من التحت، كنحط عليه القليب واحد من هذوك الطروفه اللي صحاحين، كنسقيه كيف ما كتشوفوا معايا بالحليب اولا بالسيرو، المهم نتوما على حسب الرغبه ديالكم. الا بغيتو ديروا السيرو فغديروا واحد نص كاس ديال سنيده معاه كاس ديال الماء معاه طريف ديال الليمون اولا طريف ديال الحامض، وتخليوه يغلي واحد 5 دقائق وكتسقيو به. صافي من بعد ما كنسقي لاجينواز ديالنا اللي كتكون رطيبه وزوينه بزاف، كنجيب هذيك لاكريم اللي انا عمرتها في لابوش باش هكا كتساعدني وكتكون عندي الخدمه متقونه ومفينيه. وكندير لاكريم فوق الجينواز. كناخذ هنايا شويه ديال اللوز والكركاع اللي عندي محمرين ومهرمشين، وكنديرهم فوق لاكريم. كنجيب هذاك الطرف ديال اولا داك القليب اللي عندي 2 طروفه هذوك اللي قطعتهم مختلفين، كنحطوه هو الوسطاني وكنحطو كنثبتو مزيان. كنشوف انني جبتو يعني مريقل مع القنات ديال الطرف اللي من تحت.
صافي كنبدا كنسقيه هو الاخر بالسيرو على هذا الشكل اولا بالحليب. وهنايا ديك البلاصه ديال الملاقيه درت لها شويه ديال الكريم باش تلصق، باش الجينواز تلصق مع الجينواز ما تبقاش كتلعب. صافي وكناخذ هذيك لابوش اللي فيها لا كريم، وكنعاود كندير طبقه ديال لا كريم. شوفوا معايا هاد لا كريم هادي بالكراميل، وصدقوني يا عباد الله راه كتجي فنه والله العظيم ما تشبعوا منها، انا بعدا كتعجبني. وكناخذ هنايا كراميل كندير واحد الطبقه على هذا الشكل، واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال الكراميل اولا 2. كنديرهم فوق ديك لا كريم. وعاد كنجيب هنايا الطريف ديال لاجينواز الثالث اللي هو طريف صحيح، كنسقيه مزيان من الداخل بالحليب، وعاد كنحطوه على وجهه، يعني كنحطوه بالمقلوب. هذيك الجهه اللي سقيت هي اللي كترجع للداخل. شوفوا معايا يا ما تقولوا ليش شي حاجه صعيبه، راه طورطه سهله وكتطلع شي حاجه اللي مخيره. تفاجئوا بها الزوج ديالكم اولا الخطيب ديالكم اولا الوالدين، راه هما ايضا كيستاهلوا هذا الشيء. فغير ما تعكزوش البنات وما تقولوش ما كنعرفوش اولا ما عندناش الماتيريال، يعني راه اي حاجه تقدروا تخدموا بها، خاصكم غير شويه ديال الزعامه وصافي. صافي هنايا هذيك لا كريم اللي بقات ليا في لابوش كنكبها هكا كامله في الوجه ديال لاطاخت، وكنليسي بواحد السباتول على هذا الشكل. كنليسي بعدا الوجه كندير واحد الطبقه عاد، وكنبدا كندوز على الجناب. هذاك شويه ديال لا كريم اللي كيكون خرج لي كنليسيه هكا عاد، وكنجيب البول. بالنسبه لا كريم كيف قلت لكم في الاول، راه مع هذا الصهد ضروري تعمروا لابوش تحطوها حداكم، وداك الشيء اللي بقى لكم ديال لا كريم في البول ما تخليوش حداكم مع هذا الصهد، ديروه في الثلاجه باش هكا كتبقى لكم زوينه. صافي هنا جبت هذاك البول من الثلاجه وبديت كندير لا كريم على الجنيبات ديال لاطاخت ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا كنبقى غير كنعمر هذوك الجناب، يعني ما كنبقاش نقول لا هاد البلاصه فيها بزاف ولا هاد البلاصه شويه، لا كنعمر مزيان الجناب. ومن بعد فاش كنكون كنليسي عاد كنقاد ديك الساعات، كنقادو بديك السباتول عاد ديك الساعه باش كنفينيو مزيان. صافي هنا كنحيد البول. شوفوا معايا كيفاش درت، راه عمرت مزيان. وصافي وكناخذ هكا هاد السباتول وكنبدا كنليسي بها الجناب، وإلا بانت ليا شي بليصه هكا ما وصلتهاش لا كريم كنعاود نزيد لها. صافي وكنبقى نليسي طريقه ساهله بزاف. وكيف كتشوفوا معايا هنايا شوفوا كنليسي، وداكشي اللي لصق في السباتول كنمسحو في هذاك البول. للاسف هنا ما كانش كيبان البول، ما شداتوش الكاميرا، ولكن راه هادشي اللي كنقول لكم هو اللي كندير. كنليسي ويدي كتمشي نيشان للبول كنمسح فيه باش كتبقى لي السباتول دائما فاش كنمدها لا عند لاطاخت كنمدها وهي نقيه. صافي وهنا كنكون ساليت الليساج، يعني راه صافي تقادات لاطاخت ديالي. كنمسح هذوك الجوانب مزيان، وكناخذ هذاك الشيء اللي بقى ليا ديال لا كريم في واحد لابوش اللي كندير لها واحد لادوي اللي الرويس ديالها هكا مسنن، نتوما على حسب الرغبه ديالكم الشكل اللي بغيتو تختاروه. وكنبقى كندير هكا واحد واحد الوريضات من التحت من الجهه التحتانيه، لان من الفوق غادي نديرو الكلاصاج الاحمر. صافي كندور عليها من الجنيبات من التحت وصافي، وكنديرها هنايا في المجمد وكنخليها تبرد على خاطرها. وغادي ندوز باش نوجد معكم لي ماغنوم. بالنسبه لي ماغنوم هنايا درت هذاك الجينواز اللي شاط ليا، درتو في الهاشوار وطحنته مزيان، وكنزيد عليه هنايا اللوز والكركاع. شوفوا معايا هنا اللوز والكركاع هذوك الطروفه اللي غلاضين حيدتهم على جنب، وكنزيد غير داكشي اللي مطحون مزيان باش هكا كيجيونا لي ماغنوم زويونين، ما كيجيوش خارجين منهم طروفه ديال اللوز ولا الكركاع. الا لقيت انا شي طرف اللي كبير كنقسمو هكا بيدي. صافي وكنزيد عليه الكراميل، هو باش جمعت هاد الجينواز هذا حتى كيتجمع ليا على هذا الشكل، كيولي كيتكور لكم بهذا الطريقه. وصافي هنايا كناخذ المول ديال الماغنوم وكنبدا كنعمر هذوك الحفيرات. بالنسبه هنا للقياس فتقدروا الا بغيتو تعبروهم راه غديروا 40 غرام. انا فاش كنعبر راه كندير 40 غرام، كتجي هي هذيك كيجيو لاصقين
زعما ما شايط، ما كيجيوش صغار، راه كيجيو قد المول نيشان. صافي كنعمرهم مزيان وكنبقى نضغط عليهم بهذه الطريقه باش كيشدوا ليا لا فورم ديال المول. وغادي ناخذ هذوك العويدات وغادي نتكهم هكا من ديك الحفيره ديالهم، كندخلهم مزيان كنثبتهم حتى كنعرفهم صافي شدوا راسهم. كنحاول انني يدي تمشي نيشان باش ما كيخرج ليش هذاك العود من الجهه التحتانيه، وما كنعليش عاوتاني وانا كندفع باش ما يخرج ليش من هذه الجهه الفوقانيه، باش كيجي هذاك العود كيدخل نيشان في الوسط ديال الماغنوم. صافي هنا انا غادي ندخلهم للمجمد وغادي نخليهم. هنايا بالنسبه للتزيين فكناخذ هنا عندي لاباطا شوكولا ديال بيضه، كنخدمها مزيان في يدي وكنرش هكا شويه ديال السكر كلاصي اولا مايزينا وكنطلقها بالدلاك. بالنسبه لاباط ديال الشكلاط فكنحضرها انا غير في الدار بها كنخدم، ما كنشريهاش. شي نهار ان شاء الله دابا نتقاسمها معكم. صافي هنا كناخذ هاد القطعه ديال البيتزا وغادي ندير بها واحد القليب، الشكل ديال القليب اللي كبير. انا ما عنديش شي قطعه اللي الشكل ديالها قلبه هو كبير، داكشي علاش كنخدم غير بهاد القطعه هادي وغادي تفينيو هكا مزيان بيها وتعاودوا تفينيو غير بالموس صافي وكيجيكم قلب زويون. بالنسبه لهاد القليب هذا فهو اللي غادي نكتب فيه داك هابي بيرثداي. غادي نردو على جنب واحد اللاطه هكا باش كينشف، وغادي ناخذ عاوتاني العجين ديال الشكلاط الابيض وغادي نطلق شويه صافي وكندير منه هكا قليبات صغيورين هما اللي غادي نفيني بهم لا طاحت حيت فيها الكلاصاج احمر. بالنسبه لي ماغنوم فغادي نفينيهم اولا غادي نزوقهم بلاباط ديال الشكلاط نيت غير هي ملونه بالاحمر. بقى لي هنا غير واحد شويه طلقته كيف ما كتشوفوا. وغادي نقطع منه هكا قليبات نيت بهذوك المرشم، قليبات كبيبرين ووحدين عاود صغيورين غنفيني بهم كيف قلت لكم في الاول دوك لي ماغنوم. صافي هنا كنوجدوا الفينيسيون اولا هاد لاباط ديال الشكلاط كنوجدوها قبل ما نبداو الفينيسيون ديال لا طاحت اولا الفينيسيون ديال لي ماغنوم. صافي هنا من بعد ما وجدت داكشي خليته على جنب كينشف اولا ديروه في الثلاجه، وكندوز لي ماغنوم جبدتهم من الفريغو كيكونوا تجمدوا مزيان صافي وكندوب بشكلاط ابيض كنديرو هنايا في واحد الكويس هكا اللي مجموع باش كيتغطاو ليا هاد لي ماغنوم مزيان صافي. وكنغطسهم المره الاولى هما حيت راهم بادين جامدين راه دغيا كيجمد عليهم الشكلاط. كنغطس المره الاولى ونهز نقطر عاود نغطس المره الثانيه والثالثه بنفس الطريقه صافي. وكنحيد هذاك الفائض من التحت وكنحطهم فوق البابي كويسون باش داكشي اللي لصق اولا داكشي اللي بقى تما في ديك البابي كيصلح لي من بعد انني نجمعو نعاود نستخدمو صافي. بنفس الطريقه كنعاود الاول والثاني بنفس الطريقه حتى كنساليهم بثلاثه. من بعد ما كنساليهم كاملين فكنعاود ليهم كنعاود نغطسهم في الشكلاط لانهم كيكونوا تشقوا واحد شويه من الجنب، داكشي علاش كنعاود ليهم المره الاخيره كيف ما شفتوا معايا موضح في الفيديو. صافي هنا وكندوز كنفينيهم هذاك الشكلاط اللي كيكون هبط ليهم من التحت كنفينيهم هكا بواحد الموس قبل ما يجمدوا نيشان كنفينيهم مزيان باش كيجيوني زويونين وما كيجيش فيهم الشكلاط بزاف وقارب بالحلاوه. بالنسبه للنوع ديال الشكلاط فكنستخدم كالا هو اللي باش كندير الكلاصاج. صافي البنات هنايا من بعد ما كنساليهم كيف ما شفتوا كناخذ داكشي اللي شاط لي ديال الشكلاط كنديرو في واحد الكورني كندير به خطيطات بهذا الشكل هذا وكناخذ هذا العقيق هذا في الذهبي كنرش عليهم شويه وكنحط هذوك القليبات اللي خدمت معاكم من قبل اللي في اللون الاحمر صافي. كنزوق بهم هاد لي ماغنوم وكيكونوا هنا عندي واجدين. بالنسبه للكلاصاج فانا كنوجد هكا كميه كبيره كنخدم بها باش ما كنبقاش كل مره كنوجد الكلاصاج، ولكن نتوما غادي نقول لكم طريقه سهله تخدموا بها الكلاصاج اللي غادي ديروا به غير طورطه وحده. غادي تاخذوا واحد 50 غرام ديال لا كريم غادي تسخنوها مزيان ديروها في واحد الكاسرونه وتردوها تسخن حتى كتسخن مزيان وغادي تضيفوا عليها واحد 100 غرام ديال الشكلاط ابيض غادي تذوبوه في ديك لا كريم سخونه وغادي تلونوه باللون اللي بغيتو. هذاك هو الكلاصاج اللي غادي تستخدموا. انا هنا كنستخدم كلاصاج من نوع اخر كنستخدمو بيض ومن بعد كنلونو بالالوان اللي بغيت. من بعد ان شاء الله نقدر نديرو لكم هكا في فيديو بوحدو باش يكون عندكم الا بغيتو ديروا كلاصاج تدخلوا عنده غير هو وتلقاوه واجد صافي. هنا كيف ما كتشوفوا هذاك القلب الكبير كتبت فيه هابي بيرثداي اي لاف يو ميدو وفينيتها بهذوك القليبات البويضين اللي خدمت معاكم صافي. وكنحط حداها هذوك لي ماغنوم وهكا كيمشي البوكس.
بالنسبه لهذا البوكس فكانوا فيه غير جوج ديال لي ماغنوم، انا غير خدمت معكم الثالث هكا البنيته ديالي وصورت به وصافي. اما البوكس مشى غير بجوج ديال لي ماغنوم وهذيك الطورطه. صراحه طلعت شي حاجه اللي زوينه بزاف، كنتمنىكم كاملين تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وهذا الشيء اللي كاين ما نطولش عليكم بزاف. كنتمنى انكم تخليوا لي شي جيم في الفيديو، بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم، ومع السلامه.